صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوف الفيديو. صدقني الظرف انت بتمر بيه ده هيجي لحظة وهيبقى هو سبب في تغيير كل حاجة حلوة في حياتك بإذن الله. أهم حاجة يكون عندك يقين وانت بتقول الكلام ده. باي باي. لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات ده هتلاقي اللينك بتاعه في البايو، ما تفوتوش، لازم تتفرج عليه. يلا بينا نبتدي حلقتنا الجديدة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بحب قوي اطلع فيديو كده اقعد اتكلم معاكم بعيدا بقى عن الرسم وان انا اقول لكم اشرح لكم كورسات وكل الحاجات دي. بحب كل فتره كده اطلع فيديو اتكلم فيه معاكم شويه ونرجع تاني نرسم مع بعض تاني فيديوهات تانية. انا ليه طالعه في الفيديو ده؟ علشان خلاص فاضل ساعات والسنه كلها تخلص. كل سنه وانتم طيبين طبعا، ان شاء الله السنه دي تبقى احسن من اللي فاتت باذن الله. ودايما خلي عندنا كده يقين ان اللي جاي يكون ان شاء الله احسن. ومهما كنا مرينا بحاجات صعبة السنة دي او السنة اللي فاتت، هي ليها درس معين، ليها حاجة ربنا بيقولك عشان يبهنك للخطوة اللي بعدها. والكلام ده بقوله ليا، بقوله لكم. مش كلام بس احنا حافظينه فبنقوله، لا، مع الوقت ومع حاجات كتيرة بتمر بيك فبتكتشف لا، كل حاجة مرت بيك انت كنت في الاول كنت شايفه انها صعبه ومستحيله، انا مش هقدر استحمل، مش هقدر اكمل، مش هقدر. بعد سنين كده او كام سنه، وانا ازاي ده مر عليا، ازاي انا عديته وبقيت في المرحله اللي بعدها. بس كده، فهي دي المرحله دي، هي اللي بتمهدك المرحله دي، بتمهدك للمرحله دي. وانا بالنسبه لي اكتر مرحله انا حسيت ان هي صعبه، انا عارفه، بس ربنا ما بيحطش حد في حاجه الا يكون عارف انه قدها وهيقدر يعدي بيها، وهيعدي منها باذن الله. ايه اللي وصلتني للمرحله اللي انا قاعده فيها معاكم دلوقتي بتكلم معاكم. وانا دلوقتي وانا بعمل الفيديو ده مستغربه ان ازاي بتكلم معاكم كده، ويا ترى كم واحد هيشوفه، طب كم واحد هيديلي كومنت عليه، كل الحاجات دي. عايزه اقول لكم حاولوا، هو فاضل ساعات بسيطه، اكتبوا في ورقه او اكتبوا في نوتة عندكم الحاجات الوحشه اللي مريتوا بيها السنه 24، واكتبوا الحاجات الحلوه، اعملوا ورقه كده اكتبوا الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه. طيب هعمل بيها ايه؟ نحمد ربنا على الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه، تمام؟ دي نقطه. تاني نقطه، هات بقى صفحه جديده واكتب فيها 2025 انا المفروض اعمل ايه. طيب غير المفروض انا اعمل ايه، طيب انا السنه اللي فاتت هل انا حققت حاجه؟ هل حتى هتقول ما انا مش عايزه اعمل كده عشان ما اكتئبش وانا ما حققتش حاجه، مش مشكله. حتى لو حققت حاجه واحده بس قد كده، بس انت شايف انك عملت حاجه، حتى لو حاجه بسيطه كل اللي حواليك عملوا وانت زي ما انت، بس عملت حاجه صغيره، دي في حد ذاتها حاجه حلوه. دي حاجه. اكتب في 2025 الحاجات اللي نفسك تحققها، او الحاجه اللي نفسك تجيبها تشتريها، نفسك تشتري قلم، موبايل، كوبايه، اي حاجه، اي حاجه لو انت شايفها، لو انت شايف اللي حواليك شايف انها حاجه ايه اللي انت بتقوله ده ولا لا، بس هي مهمه بالنسبه لك، اكتبها، مفيهاش اي مشكله. انا عايزه اقول لكم علشان تبينوا قد ايه ان مش من كبر الحاجات ولا ضخامتها ولا انها تبقى غاليه او رخيصه. انا مره من المرات بفتح النوتة بتاعتي كده، انا شخص بينسى جدا بس بفتكر حاجات معينه، فمهم هبقى اعمل لكم فيديو ايه الحاجات اللي بفتكرها والحاجات اللي بنساها وايه الحاجات اللي قصدي عليها دي، فيديو تاني. المهم فببص كده في نوتة 2022، بقلب كده في الورق بتاعها والله، فبقرا كده كنت انا موقفه قناه اليوتيوب، ما كنتش مستمره عليها او مش بعمل فيديوهات كتيره. فببص كده لقيت ان انا كنت بقول ايه، انا نفسي ارجع تاني اعمل فيديوهات على قناه اليوتيوب، نفسي ابطل كسل. مع مرور الوقت ومع ظروف كتيرة اتحطيت فيها، لقيت نفسي في 2024 رجعت اعمل فيديوهات تاني، وبحاول اشتغل على نفسي واحسن من نفسي علشان اقدر افيدكم اكتر وكل الحاجات دي. فاكتشفت ان الحاجات اللي احنا بنكتبها مش لازم بكره ولا السنه دي ولا السنه اللي جايه نعملها، بس على الاقل ناخد خطوات بسيطه هي اللي تمهدنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. عايزه اقول لكم ان شاء الله تبقى سنه حلوه عليا وعليكم وعلى كل الناس، كل حد نفسه في حاجة إن شاء الله يحققها، وكل واحد نفسه يتعلم الرسم ونفسه يبقى دي موهبته أو هي دي الحاجة اللي هو نفسه يحقق بيها أحلامه ويبقى ليها مشروع منه.
مفيش حاجه بعيده عن ربنا. طول دايما هقول لكم اسعى واتعب وحاول، ومع تكرار الحاجه اللي هيحصل هتتحقق وهتبقى شاطر فيها وهتبقى مميز فيها. سنه حلوه باذن الله عليكم، وتحقق كل حاجه كانت بعيده وصعبه ان شاء الله تتحقق. واي حد قلقان، اي حد خايف، اي حد شغله حاجه كده، ان شاء الله ربنا يرزقه السكينه ويحقق كل حاجه فيها، يحقق كل حاجه كل حاجه كل حاجه. بجد انا بتمنى لكم تبقوا مبسوطين وفرحانين، كل حاجه متيسره عندكم في حياتكم. انا بحبكم قوي وبشكر كل حد متابعني هنا وبستنى كل فيديو انا بنزله. وشكرا لكل واحد بيكتب لي كومنت حلو، كل حد بيشجعني، يعرفني او ما يعرفنيش. انا بجد بحبكم قوي قوي قوي، وربنا يقدرني واقدر افيدكم بكل حاجه واقدر اعمل لكم كل حاجه نفسكم فيها. سنه حلوه عليكم وهابي نيو يير. باي باي.